واحد من اقوى مسلسلات الخيال العلمي اللي نزلت الفتره اللي فاتت. وطبعا المسلسل بيتكلم عن الاكوان المتعدده او العوالم الموازيه اللي هي المالتيفيرس. والضجه دي ابتدت او العالم ده ابتدى من 2016 من ساعه ما مارفل سينماتيك يونيفرس ابتدوا يعملوا فكره العوالم الموازيه او الاكوان المختلفه، وابتدت تطلع معانا ما بين افلام زي ما شفنا في اند جيم، دكتور سترينج والحاجات دي كلها، لدرجه انها دلوقتي بقت بتتعمل افلام مهمه جدا وبقت بتترشح لاوسكار. واخرها طبعا Everything Everywhere All at Once، وهو فيلم من اقوى الافلام اللي نزلت برضه الفتره اللي فاتت وقدرت انها تحوز على عده جوائز اوسكار. لكن اللذيذ في المسلسل ده المره دي ان هو بيقدم الفكره بشكل مختلف شويه، هو مقدمها بشكل لذيذ وشكل صايع بيخليك تبقى مهتم بالفكره ومشدود ليها، وما بيديكش الفكره بصراحه زي في بقيه الافلام او الاعمال اللي حصلت قبل كده. المسلسل هو دارك ماتر، بيتعرض دلوقتي على ابل تي في ومكون من 9 حلقات. والمسلسل بتدور فكرته حوالين شخصيه رئيسيه وهي شخصيه جيسون استاذ جامعي بيدرس فيزياء، عايش حياه هاديه جدا جدا، بيروح لبيته ومراته اللي هي دانييلا. اللذيذ بقى مش في كده، اللذيذ ان في يوم من الايام بيجي له مكالمه تليفون من واحد من اصحابه ايام الجامعه وهو راين، اللي لسه كسبان جايزه مهمه جدا وهي البافيا اوورد، وهي حاجه كده شبه النوبل برايز، بس هي معاها قيمه ماديه او بتبقى الجائزه دي فيها مبلغ مادي كبير جدا. وده اللي راين بيستخدمه علشان يحاول يقنع جيسون ان هو يتنقل معاه سان فرانسيسكو وان هو يشاركه في التجارب او في شركته اللي هو فاتحها دلوقتي هناك. وكل ده كان تمام لحد ما هو مروح في الطريق وابتدى يفكر في الحوار، بيتم اختطافه او الاعتداء عليه. بعد كده مره واحده بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا، هو مش عارف هو فين، هو متكتف. بس اللذيذ ان احنا في ساعتها بنعرف مين اللي خطفه، بنكتشف ان اللي خطفه هو جيسون ذات نفسه، او بمعنى اصح نكتشف ان هي نسخه ثانيه من جيسون موجوده في عالم موازي ثاني، قدرت او نجحت انها تنط ما بين العوالم المختلفه وانها تيجي العالم ده عشان تقدر انها تاخد شخصيه جيسون الاولاني وتحتل مكانها، وتبقى جيسون الاولاني بقى في جوله جديده مختلفه تماما، يبتدي يدور على ازاي يرجع للعالم اللي هو كان فيه. ويبتدي القصه زي ما احنا نقول بتتقسم لنصين، نص جيسون واحد او جيسون الاساسي اللي معانا بيحاول ان هو يرجع للعالم الاساسي اللي هو كان موجود فيه، وعندنا جيسون الثاني اللي هو اوريدي نجح ان هو يقدر ينقل من عالم لعالم وبقى موجود دلوقتي، وبيحاول ان هو ما ينكشفش ان هو مش جيسون الحقيقي قدام اهله وعيلته واصحابه. ومن ساعتها بنبتدي بقى نشوف احداث مشوقه كتير بتخليك ان انت تبقى قاعد مشدود حلقه ورا الثانيه عايز تعرف ايه اللي هيحصل. وبينجح المسلسل في الحته دي ان هو ياخدك في قصتين مختلفين بتخليك ان انت ما تحسش بالزهق ثانيه وانت قاعد بتتفرج عليها. والمسلسل مقتبس من كتاب بنفس الاسم نزل سنه 2018 لبليك كراوتش. واللذيذ ان الكتاب ده قايم قصته او قايم فكرته على نظريه لشرودنجر اسمها كات ان ذا بوكس او القطه اللي جوه الصندوق. النظريه دي بتتكلم عن لو انت جبت قطه حطيتها جوه صندوق ومعاها قنبله، احتماليه ان هي تبقى عايشه 50% واحتماليه انها تبقى ميته 50%، يا القنبله هتنفجر والقطه هتموت، يا اما القنبله مش هتنفجر والقطه مش هتموت، وانت ما بتبقاش عارف لحد ما تفتح الصندوق، فالقطه بالنسبه لك عايشه ميته في نفس الوقت. وهي دي الاحتماليه اللي بتخلينا كلنا نبقى بنتساءل هل الخطوه اللي احنا بناخدها صح ولا غلط. فبصراحه هي الفكره كانت صايعه جدا ان هي بتست كل اختبار انت اخدته في حياتك وبتخليك تقدر قيمه اللي انت فيه دلوقتي، لان كل حاجه انت بتاخدها ليها حاجه تانية قدامك. وده طبعا بينتج عنه تاثير الدومينو او الدومينو افكت اللي بيخلق لك بقى احتماليات لا حصر ليها مع كل اكشن انت بتاخده. وبنشوف ده طبعا في حياه جيسون الثاني اللي قدر ان هو يبقى ناجح جدا ومشهور ومعاه فلوس كتير وعنده شركته وحقق كل النجاحات، لكن طبعا في خلال الرحله دي هو خسر ان هو يبني بيت واسره وخسر حب حياته اللي هي دانييلا، وهي نظريه الاحتمال. بس الدومينو افكت اللي حصل عامل ازاي، هو ده اللي احنا بنشوفه في المسلسل. وده طبعا بيجيبنا عند النقطه المهمه اللي كلنا بنعدي بيها، هي نقطه لو. طب هو انا لو عملت كذا هل ده هيحصل؟ طب هو انا لو اخدت الاكشن ده ايه اللي هيحصل بعديه؟ وده سؤال كلنا بنساله لنفسنا في حياتنا على الاقل كل يوم مره، هل انا لو اخدت الاكشن ده ايه اللي هيحصل بعديه؟ دي الفكره الاساسيه للمسلسل، انها بتقول لك قدر كل اللي انت فيه، علشان انت لو ما قدرتوش هتبتدي تدور على حاجه تانية موجوده، وده هيحطك في مواقف تانية مختلفه تماما. والحقيقه الحاجات اللي كانت عجباني جدا في المسلسل ده لقطه ان انت بتتنقل ما بين جيسون واحد وجيسون اتنين، فبتسمع دايما صوت كده تنه معينه هي بتحسسك ان اتنقلت من العالم ده للعالم ده، حاجه عامله زي النينتندو سويتش كده اللي هو ايه، بتحس ان انت مره واحده اتنقلت. طبعا دي كانت لذيذه جدا في اول كام حلقه، بعد كده اتنقلت لانها ما بقتش موجوده خلاص، هو بقى بينقلك ما بين العالمين من غير ما يديك التن. وده كان بالنسبه لي صياعه جدا من المخرج، لان هو ابتدى يحسسك مره واحده انه ايه، خلاص انا في الاول بديك رساله انت ما بين انهي عالم، لكن دلوقتي خلاص يا باشا انت تمام زي الفل، انت مش محتاج انك تبقى عارف، انت اوريدي اوتوماتيكلي بقيت عارف انت في انهي عالم. وطبعا التمثيل كانت من اهم الحاجات اللي نجحت المسلسل ده او خلت المشاهده ممتعه بالنسبه لكل الناس، لان شخصيه جيسون اللي بيقدمها اصلا جويل ايجرتون هي بصراحه بالنسبه لي من اكتر الحاجات الممتعه، لان انت بتشوف تنقيل الكاركترز ما بينهم وما بين بعض، ما بين الشخص اللي كان عايش عيشه هاديه جدا ومفيش عنده اي حاجه وهو شخصيه مش هقول انها ضعيفه بس شخصيه طيبه بزياده عن اللزوم، وما بين شخصيه بقى جيسون اللي جايه من العالم الثاني اللي اصلا كل دماغه ازاي يقدر ان هو ياخد
مكان جيسون اللي موجود هنا، وطريقه ان هو مش عايز ينكشف قدام مراته، قدام ابنه، قدام اصحابه. لا، هو الاداء كان مبهر بالنسبه لي، لان انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل في كل مشهد. وطبعا الرائعه جينيفر كونلي اللي قدمت شخصيه دانيالا، اللي بالنسبه لي الست دي ما بتغلطش، والست دي ما بتعملش حاجه وحشه، والصراحه يعني انا بحبها من ايام بيوتيفول مايند. قدمت الكاركتر، وخصوصا في اخر كام حلقه قدرت انها تقدم بريفورمانس صايع جدا ما بين شخصيه واحده خايفه لان هي حاسه انه الراجل ده مش جوزها، وما بين في نفس الوقت ان هي بتحاول انها تبين له ان كل حاجه تمام وزي الفل. بنشوف مشاهد تمثيليه بصراحه خطيره. انا مش هقدر اقول ان انا عشان انا كده بحبها، بس الصراحه قدمت بريفورمانس خطير بالنسبه لي. وطبعا جيمي سيمبسون واليس براجا الاثنين عملوا ادوار حلوه جدا. يمكن ما عندهمش وقت كبير قوي في المسلسل يبين الدور بتاعهم، لكن هم قدروا يوصلوا بصراحه اداء تمثيلي حلو جدا كسبورتيف اكترز. بس بينجح المسلسل ده في الاخر ما بين حاله الغموض اللي انت بتشوفها، وما بين الاثاره اللي موجوده، وما بين كل الاكشن، وما بين ان انت عايز تعرف ده هيتكشف ولا لا، ده هيعرف يرجع ولا لا. الرحله اللي بيعدي فيها جيسون الاولاني ما بين كذا عالم مختلف عشان يحاول يرجع للعالم بتاعه، وجيسون الثاني اللي بيحاول ان هو ما ينكشفش وبنحاول ان هو يظبط دنيته. بجد بنعيش 9 حلقات. ممكن يكون ما بينهم مثلا حلقتين كانوا مملين شويه، ممكن كان يقف عند 7 حلقات بدل 9، طبيعي. بس بصراحه هو في الاخر كمسلسل هو حقق لي كل اللي انا محتاج اشوفه. هو حقق لي غموض، اثاره، تشويق. انا قاعد مبسوط وانا بتفرج، انا مهتم ان انا اخلص واعرف ايه اللي بيحصل. تمثيل حلو جدا، الموسيقى التصويريه كانت لذيذه جدا، الاداء كان حلو. فهو بالنسبه لي جمع لي توليفه خلتني بجد قاعد مبسوط. وكان من المقترح ان المسلسل ده كان هيبقى ليميتد سيريز، لكن من نجاحه قرروا ان هم هيعملوا برده سيزون 2 منه. فده حاجه بصراحه من احلى الحاجات اللي انا سمعتها السنه دي. المسلسل حلو، حاليا هو بيتعرض على ابل تي في، ومن اهم المسلسلات اللي ممكن تشوفها السنه دي. شوفوه قولوا لي رايكم ايه.